السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايب الامر، عاملين ايه؟ وحشيني كتير. انا النهارده هوريكم وصفه حلوه جدا وسهله، تنفع لو انت جايه من الشغل مستعجله، لو عندك بواقي اكل وولادك مش راضيين ياكلوها، لو بتدور على حاجه سهله وسريعه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. دلوقتي انا كان باقي عندي فراخ بايته، ولادي طبعا اكلوا مش راضيين ياكلوها. كان باقي حته صدر وحته ورك، فانا فصصتها زي ما انتم شايفين كده، قطعتها بالسكينه حتت صغيره، وجبت بصلتين متوسطين لو انت عندك واحده كبيره خلاص، واربع طماطمات قطعتهم مكعبات. وعندي هنا التوابل بتاعتي حاطه ده توم باودر على بصل باودر، انا بحطهم على بعض، وفلفل وملح وفلفل ورق لورا وحته سنه قرفه عيدان، دي بتفرق في الطعم. وعندي سنه جوز الطيب، ودي بهارات فراخ، ودي بهارات كبسه، وفصين توم مهروسين. يلا بينا نشوف هنعملهم ازاي. دلوقتي انا هجيب الصينيه بتاعتي دي، تعملها في الصينيه في حله زي ما انت عايزه، بس هنحط شويه زيت صغيرين كده. وهاجي هنا انزل بالبصل. على فكره الاكله دي حلوه جدا، ودي تعمل لنا اعاده تدوير للاكل اللي ولادنا مش راضيين ياكلوه. انا حطيت البصل هقلبه شويه بس صغيرين. دلوقتي انا عندي البصل اخد صدمه بس كده مع الزيت. هنزل بقى بالفراخ. لو عندنا فلفل في البيت الوانه او اي حاجه ممكن نحط فلفل اخضر، او بتحب الفلفل الحامي ده. انا اديتهم كده صدمه مع بعض. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي. على فكره كلمه القرفه دي بتفرق والله كتير، بتديها طعم حلو جدا وهتعجب ولادكم. ودي اكله سهله وسريعه، اكل مثلا عندي اعمله اعاده تدوير بدل مش راضيين ياكلوه. والفكره دي هتعجبهم جدا. انا بقيت هقلبهم مع بعض، عايزه اقول لكم لسه بقلب وريحه طالعه جميله جدا. دلوقتي هم اخدوا صدمه مع بعض زي ما حضراتكم شايفين مع التوابل. عايزه اقول لكم بجد عامل ريحه حلوه جدا جدا جدا. انا النهارده يعني كانش عندي فلفل، عشان كده مش هحط فلفل. هنزل بقى بالطماطم. وميزه الاكله دي مش بتاخد وقت بالظبط، يعني من 5 دقايق لربع ساعه بتكون جاهزه، واولادك هتعجبهم كده. يبقى احنا مع الاكل البايت اللي هم مش راضيين ياكلوه طلعنا منه فكره جديده وهتعجبهم. احنا دلوقتي هسيبها، هعملها على نار هاديه لحد ما الطماطم بتاعتي تستوي، والاكله بتاعتنا هتكون جاهزه. شايفين حضراتكم بقت عامله ازاي؟ عايزه اقول لكم ان ريحتها روعه جدا، وطعمها بيطلع حلو قوي قوي قوي. انا جربتها كتير في ولادي، بعملها بالفراخ او اللحمه. لو لقيتيها ناشفه شويه ممكن تحطي يعني ايه، قيمه ربع كوبايه ميه صغيره، اللي هي مثلا فنجان الشاي دوت، فنجان القهوه، ممكن ربعه بس، لكن هي مش محتاجه اصلا. شايفين؟ عايزه اقول لكم بالظبط كمان دقيقتين هتكون استوت وجاهزه على الاكل. دلوقتي يا حبايبي انا خلاص هي استوت، تعالوا نشوف هنقدمها ازاي. دلوقتي يا حبايبي اهي، وانا عملت جنبيها بطاطس محمره وبعيش. لو عايزين ناكلها مع رز ماشي مفيش مشكله، بس هي طبعا بتبقى طعمها حلو جدا بالعيش. وبالف هنا وشفا. لو عجبتكم وصفه النهارده ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك في القناه بتاعتي. وبالف هنا وشفا.